طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ورب تكونوا بخير. معانا إن شاء الله مع حل أسئلة اختر متعدد على درس يا باشمهندس اللي هو التعبير والصيغة الرياضية جمع وطرح الحدود. يا باشمهندس الصفحة دي متواجدة في صفحة 104 من كتاب المعاصر نسخة 2025. بيقول هنا في السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة بات المعطاة A زائد A زائد A اللي هي على طول 3 A. تمام. بص يا باشمهندس، عشان في حد بس كان سألني في الدرس كده A أس 3 ديت A أس 3 يا باشمهندس تختارها لو هي عبارة عن ضرب تبقى A في A في A، فانت بتنزل واحده وبتجمع الاس، فبالتالي احنا مش هنختارها، يعني رقم ب ديت قراءه غلط. ودي امتى؟ لو هو هيجمع ايه اس 3 مرات ودي زي ما هي، فاحنا نختار هنا ايه ده. طب هنا 5 اكس ادي 5 اكس اهي، السالب موجب اللي هي بسالب 3 اكس، جميل خالص. 5 ناقص 3 اللي هي بكام؟ ب 2 والاكس ما هي تبقى ب 2 اكس اللي هي بالموجب اهي. طب هنا اي مما يلي حدان جبريان متشابهان ده يعني نقدر نجمعهم مع بعض. دي اكس اس واحد دي اكس اس اتنين فبالتالي مرفوض، دي اكس ودي مفيهاش اكس اصلا فبالتالي مرفوض. اكس تربيع واي تربيع رمزين مختلفين تماما عن بعض فبالتالي مرفوض. طب هنا 3 a زائد ال 8 a فبالتالي يا باشمهندس هي دي اللي نقدر نجمعهم مع بعض، اللي ما نصها تطلع بكام؟ تطلع ب 11. طب رقم 4 بقول لك هنا اذا كانت ال a هي بكام؟ ب 2 b وال b اصلا ب 15، فتبقى ال a بتساوي ال 2 في 15 اللي بكام؟ 30. فقيمة المقدار الجبري ده اهو ال A لسه جايين اللي هي 30 ادي 30 زائد ال 2 B اللي هي ب A اصلا اللي بكام؟ ب 30 زائد الخمسة، 5 وصفر وصفر هي 5 و3 و3 كام؟ 6 تبقى 65 اللي هو الاختيار الرقم ده. طب تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 5 بيقول لك ما الصيغة الرياضية التي تعبر عن مساحة اللي هي اسمها A لمتوازي أضلاع طول قاعدته L وارتفاعه المناظر H. طبعا احنا عارفين يا باشمهندس إن مساحة متوازي الأضلاع هي طول القاعدة في الارتفاع اللي هي L في H. طبعا دي بتوقف طبعا حفظ القوانين. طب هنا 6 ما المعادلة المناسبة لإيجاد طول ضلع مثلث تمام متساوي الأضلاع محيطه؟ بص يا باشمهندس احنا عارفين إن محيط المثلث بيساوي مجموعة طول الأضلاع، جميع أضلاع الأضلاع وليكن كل واحد منهم اسمه إكس، وهم عشان متساويين فده بيجمع إكس زائد إكس زائد إكس اللي هما كام؟ 3 إكس، يبقى ال 3 إكس بتساوي كام؟ بتساوي ال 12 اللي هي دي. طب افرض يا باشمهندس هو كان عايز قيمة الإكس، فأنت كنت تكسب هنا على التلاتة وتقسم هنا على التلاتة فتبقى قيمة الإكس بتساوي 12 تتفق كام؟ فيها الأربعة. خلاص كده. طب هنا في رقم 7 ما المتباينة التي يعبر على أن الطول n سنتيمتر المناسب لاختيار شخص لممارسة أحد الألعاب الرياضية يجب ألا يقل، يعني أقل حاجة خلاص كده 180، يعني ممكن يبقى 180 أكتر من كده اللي هي تبقى هنا اللي هي 180 أكبر من. طب هنا أكبر منها يساوي 180 طبعا. ما الصيغة الرياضية التي يعبر عن حجم متوازي مستطيلات B؟ احنا عارفين ان الحجم بيساوي طول في عرض في ارتفاع، ده طوله عرضه وده ارتفاعه اللي هي كام؟ زد برضه، فبالتالي اللي هو اكس في واي في زد. تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 9 بيقول لك ما التعبير الجبري الذي يعبر عن محيط المستطيل؟ زي ما احنا عارفين يا باشمهندس ان محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، يبقى نقول له كده ان المحيط بتساوي الطول اللي هي هنا ب 2 a مثلا زائد العرض اللي هو هنا ب مضروبة في الاتنين. الاتنين طبعا هتضرب في الأول وفي التاني، الاتنين في اتنين بأربعة في الإيه زي ما هي زائد الاتنين في بي تبقى هنا 2 بي فين ده يا باشمهندس؟ 4 A زائد 2 بي اللي رقم جي. طب هنا ما التعبير الجبري الذي يعبر عن مساحة الحديقة المقابلة؟ احنا عارفين إن المساحة بتساوي الطول في العرض، ده ب5 تبقى دي كمان ب5، ده التلاتة تبقى دي بكام؟ 3، ده بإكس تبقى دي على طول بإكس، ده بواي تبقى دي بكام؟ بواي. جميل خالص. احنا عايزين نجيب مساحة الشكل الأول والتاني والتالت والرابع. الخمسة في إكس تبقى دي 5 إكس زائد الإكس في 3 تبقى دي 3 إكس. جميل. خش هنا الخمسة في واي تبقى هنا 5 واي زائد التلاتة في واي تبقى 3 واي. اجمع يا باشمهندس الواي مع بعضها والإكس مع بعضها، 3 و5 عبارة عن 8 تبقى دي 8 إكس زائد 5 3 كام؟ تبقى 8 تبقى دي 8 واي. 8 إكس زائد 8 واي اللي هي السؤال الأخير. طبعا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتنضم لجروب الفيسبوك والواتساب عشان لو وقف معاك أي سؤال تقدر تتواصل معايا فيه، ونشوفك في الفيديو الجاي. سلام.